السؤال الخامس عشر: ما هي أعلى قمة في قمم جبال الإنديز؟ كليمنجارو، إلبروس، إفرست، إيكوانجوا. الإجابة الصحيحة أوكانجوا. السؤال الرابع عشر: من هو أصغر المصريين القدماء الفراعنة؟ آمون رع، رمسيس الثاني، خفرع، توت عنخ آمون. الإجابة الصحيحة توت عنخ آمون. السؤال الثالث عشر: من هو الصحابي الذي رمى طعامه حتى لا يؤخره عن الجنة؟ عمار بن ياسر، سلمة بن الأكوع، مصعب بن عمير، عمير بن الحمام. الإجابة الصحيحة عمير بن الحمام. السؤال الثاني عشر: من هو فيلسوف الأندلس الأول؟ ابن حزم، ابن النفيس، ابن رشد، المراغي. الإجابة الصحيحة ابن رشد. السؤال الحادي عشر: كم يبلغ ارتفاع مرمى كرة القدم؟ 12 قدما، 10 أقدام، 9 أقدام، 8 أقدام. الإجابة الصحيحة 8 أقدام. السؤال العاشر: من أول من دعا إلى إنشاء دولة إسلامية في الهند؟ محمد إقبال، محمد علي جناح، سليمان عارف، مالك غلام. الإجابة الصحيحة محمد إقبال. السؤال التاسع: من هو أول من نقش اسمه على الدراهم في المسلمين؟ هارون الرشيد، صلاح الدين الأيوبي، عمر بن عبد العزيز، عبد الملك بن مروان. الإجابة الصحيحة هارون الرشيد. السؤال الثامن: ما هي الشجرة التي تزرع نفسها بنفسها؟ الفستق، عباد الشمس، جوز الهند، المانجو. الإجابة الصحيحة جوز الهند. السؤال السابع: من الشاعر الذي قيل بشعره سلاسل الذهب؟ الحطيئة، البحتري، جرير، الأخطل. الإجابة الصحيحة البحتري. السؤال السادس: من هو صاحب الديوان الشهير حماري وأنا؟ روبرت إيفرت، جورج أورويل، رولاند روس، خوان رامون. الإجابة الصحيحة خوان رامون.
السؤال الخامس: ما هو معنى كلمة مالاريا؟ البكتيريا المعقدة، الهواء الرديء، الماء الملوث، الفيروس المتحور. الإجابة الصحيحة الهواء الرديء. السؤال الرابع: من اللاعب الهولندي الملقب الهولندي الطائر؟ فان بيرسي، فان باستن، رونالد كومان، يوهان كرويف. الإجابة الصحيحة يوهان كرويف. السؤال الثالث: من هو صاحب رواية لن أعيش في جلباب أبي؟ توفيق الحكيم، يوسف السباعي، نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس. الإجابة الصحيحة إحسان عبد القدوس. السؤال الثاني: ما هي الدولة التي يتبعها جزر الكناري؟ إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، سويسرا. الإجابة الصحيحة إسبانيا. السؤال الأول: ما هي القصائد التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد المعلقات؟ المجمهرات، الملقمات، الجهريات، المسلطات. الإجابة الصحيحة المجمهرات.